بعد أن أصبح خيار المواجهة العسكرية مطروحا بسبب فشل مفاوضات سد النهضة، رصدت مواقع متخصصة في الشؤون الأمنية والعسكرية واقع الجيشين المصري والإثيوبي خلال العام الجاري. وقارن موقع جلوبال فاير باور بين الجيشين في عدد من النقاط، من بينها: أولا، من حيث تصنيف الجيوش، تأتي مصر في مرتبة متقدمة في المرتبة الثالثة عشر، أما إثيوبيا فتأتي في المرتبة 60. يبدو أن الفارق ليس بقليل، هذا على مستوى تصنيف الجيوش على مستوى العالم من إجمالي الجيوش على الأقل التي صنفت في وفقا لهذا الموقع 140 دولة. إذا ذهبنا إلى نقطة أخرى، عدد القوات المسلحة في كلا الجيشين، مصر لديها ما أكثر أو ما يقرب من 54 ألف جندي فيما يعرف بالقوات النظامية، أي القوات المسلحة المصرية. أما إثيوبيا فلديها ما يقرب من 162 ألف جندي في القوات النظامية، في القوات العاملة، القوات المسلحة. أما فيما يعرف بقوات الاحتياط التي تستدعيها الجيوش والدول في حالات الحروب، فتقترب في مصر من نصف مليون جندي، أقل بقليل ب20,480 ألف جندي من قوات الاحتياط. إثيوبيا ليس لديها قوات احتياط من الأساس. فيما يخص القوات شبه العسكرية، وهي ما يعرف بالقوات الشرطية، الأمن المركزي، في مصر ما يقرب من 400 ألف جندي فيما يعرف بقوات شبه العسكرية. أما إثيوبيا فليس لديها أيضا قوات شبه عسكرية، هذا من حيث عدد القوات في البلدين أو في الجيشين. أما عن القوات الجوية، وهي أصبحت مؤثرة الآن في العالم، الطائرات الحربية لدى مصر 1053 طائرة حربية، أما لدى إثيوبيا من طائرات حربية 92 فقط. الطائرات المقاتلة 250 لدى مصر، 24 طائرة لدى إثيوبيا. المقاتلات المتخصصة والتي تستخدم في ضرب مواقع بعيدة والطيران لمسافات طويلة وتستخدم في الأعمال الهجومية، فلدى مصر 88 طائرة مقاتلة متخصصة. لا يوجد هذا النوع من المقاتلات المتخصصة لدى إثيوبيا حسب هذه المواقع. فيما يخص المروحيات، يبلغ عدد المروحيات لدى مصر 304 مروحيات، أما لدى إثيوبيا 33 مروحية. عدد الهليكوبتر الهجومية 91 لدى مصر، 8 هليكوبتر هجومية فقط لدى إثيوبيا. نذهب إلى بند آخر فيما يخص مسألة الجيوش، المدرعات. الدبابات في مصر وصلت إلى 3735 دبابة، أما في إثيوبيا فقط 365 دبابة. المدرعات، العربات التي تحمل الجنود وما شابهها، لدى مصر ما يقرب من 11 ألف مدرعة، لدى إثيوبيا فقط 130 مدرعة. أما فيما يخص المنصات الصاروخية، فلدى مصر ما يقرب من 1235 منصة صاروخية. في هذا السياق لدى إثيوبيا 180 منصة صاروخية فقط. أذكركم أن المصدر هو جلوبال فاير باور، المتخصص في رصد أحجام القوى بين الجيوش على مستوى العالم. القوات البحرية، القطع البحرية لدى القوات المسلحة المصرية تصل إلى 216 قطعة بحرية. معروف أن إثيوبيا دولة حبيسة فليس لديها من الأساس قوات بحرية. البعض يتحدث في الفترة الأخيرة أنها في العامين الماضيين استطاعت أن يكون لها بعض القطع البحرية وأن تقوم باستئجار موانئ في دول أخرى، لكن هي في الأساس دولة حبيسة، ولم بالطبع لم تكن تهتم أساسا بمسألة القوات البحرية.
هناك فيما يخص حاملات الطائرات، لدى مصر اثنتان من حاملات الطائرات لديها 8 غواصات، مصر بالطبع، وفي الفرقاطات لديها ما يقرب من 9 في فرقاطات. هذه هي القوات البحرية ما بين الدولتين. مرة أخرى إثيوبيا ليس لديها قوات بحرية معتبرة بسبب أنها دولة حبيسة لا تملك موانئ ولا شواطئ على البحار أو على المحيطات. مرة أخرى المصدر جلوبال فاير باور. هل هذه الأرقام تعني أن دولة من الممكن أن تهزم دولة أخرى لا قدر الله في حالة نزاعات؟ البعض يقول الأمور لا تسير من الأساس بهذا الشكل.